مساء الخير. لبسنا وجهزنا وهسه رايحين إلى منتدى الرافدين للثقافة والفنون، لأن اليوم هناك أمسية يقدمها الدكتور علاء يحيى فائق عن دور المخرج المسرحي يحيى فائق في بداية المسرح السياسي العراقي، ووثائق مخفية ومنسية تقدم لأول مرة. تابعونا. ولد يحيى فائق في عام 1913. كانت جذوره برجوازية من عائلة عسكرية دينية، فعمه حسين عبد الله كان المفتي الأول عندما تكونت الدولة العراقية، ولكنه كان رجل معتدل في طروحاته ويدعو إلى عدم التفرقة بين السنة والشيعة والطوائف الأخرى. ووالده فائق بكر كان ضابط عسكري في الجيش العثماني، وآخر منصب تقلده قبل انهيار الدولة العثمانية هو منصب الحاكم العسكري لولاية دير الزور الواقعة بين الموصل وحلب. بعد ذلك ابتعد والده عن السياسة تماما، ورفض عروض كثيرة بالانضمام إلى الحكومة العراقية مع نور السعيد وطه باشا، وكذلك رفض تلبية طلب مصطفى أتاتورك له بالالتحاق معه في بناء الدولة التركية الفتية. كان يحيى فائق من أوائل المسرحيين العراقيين، وبدأ عمله المسرحي في الموصل، وكان عضوا نشيطا في فرقة حق الشبل المسرحية بين عامي 1927 و 1928، وبعدها قام بتأسيس فرقته الفرقة التمثيلية العربية، والتي عرفت بعدها باسم فرقة يحيى فائق. ومنذ ذلك التاريخ وحتى عام 1952 كان رئيسا ومخرجا وممثلا لها، واستمر في عمله وتضحياته في توظيف حركة الفن المسرحي في جميع القضايا الوطنية والمسرحية والشعبية، فهو فنان احترف الفن من أجل الشعب. المسرحيات الأولى هي مسرحيات تناولت التاريخ العربي والبطولات العربية والفروسية والبطولة إلى هذه كانت التعظيم في أمجاد الأمة، عظماء الأمة، وبالتالي لم تتناول المشاكل الاجتماعية. الجالسين كثيرين من الفنانين الأوائل بصراحة اللي استمروا لحد الخمسينيات أو حتى منهم بالسبعينيات في العمل المسرحي، اللي هو أحد الفنانين التشكيليين تميز برسم الديكورات للمسرحيات التي كانت تقدم. في ذلك الوقت الديكور هو لوحة ستارة خلفية يبين وين الحدث المسرحي. فوزي محسن لمين هذا الفنان كبير من الفنانين اللي أنا مثلت معاهم واعتز بهم، مثل مع فرقة حق الشبلي وبعدها انتقل إلى فرقة يحيى فائق، ومثل في عدة أفلام سينمائية، في فيلم علي وعصام وفيلم وردة وأفلام أخرى. المونولوجيست العراقي الكبير عزيز علي بدأ بالتمثيل وتحول إلى المونولوجيست وعمل مع فرقة يحيى فائق. كانت الحركة الفنية في ذلك الوقت وبقت لحد الآن اكو قسم يدعون إليها في العراق وأساتذة في أكاديمية الفنون الجميلة، أنه مهمة الفنان أنه يقدم فنه، ما له علاقة هو بالجمهور، هو أعلى من الجمهور. الفن هو للفن، وهو يطرح القضايا الجمالية بشكل وعلى الجمهور أن هو يتذوقها. ويحيى فائق تأثر فيها في بدايات، إلى أن في يوم من الأيام كما يذكر في مذكراته بيزور أحد أصدقائه في كتابه ما يذكر اسمه، الشخص هو صفاء مصطفى اللي هو بجانب يحيى فائق هنا. صفاء مصطفى هو أول عراقي يدرس الأدب الدرامي ودرسها في ألمانيا. إذا نرجع ما كانت ألمانيا في الثلاثينيات، كانت الأشكال المسرحية السياسية طاغية ما يقدم المسرح الألماني. في اليوم الأول من زيارة يحيى إلى صفاء اتعرف على يوسف المعروف بفهد، وقال يوسف ليحيى: وهذا الجمال والإحساس ترى أعمى وأطرش غير قادر أن يطرح القضية، زين ما علينا بالفن، لكن أنت يا يحيى ما فد يوم شفت أو سمعت بكاء الجياع الذين يجولون في الطرقات ويجلسون أمام أبواب المعامل بحثا عن عمل، ونحن نراه دائما في وجوه الناس والعمال؟ قال يحيى: بصراحة المسرح ينبغي أن يقدم لمشاهده المتعة والمسرة وواقع اجتماعي سعيد. فأجاب يوسف: بالطبع، حسب منطق الجوع وبشاعته، لا تحتسب ولا تهتم لمشاكلهم، وحسب رؤية الفنان لجمالية الحياة وإحساسه، لا يريد أن يؤلم أحدا. لكن حتى نحترمكم ونحترم قيمكم ونصفق لكم بصدق، يجب أن تقدموا ما يحصل في الواقع. قال يحيى: أنت إنسان غريب الأطوار، لا أعرف لماذا هاجمت كل فنوننا الجميلة وهويتنا في هذا الشكل. أنت حقيقة لست مجامل وقاسي. أنا سأنسحب وأذهب للتدريبات. أجاب يوسف مبتسما: لا تزعل، طيب اقعد شوية. وخلال التمارين أدرك يحيى أن ما يقوم به في الحقيقة ليس له علاقة بالواقع، هم يمثلون أشياء غريبة. فقال لنفسه: ذلك الرجل كان بطران علينا ونمت
تعبانا تماما. تتناول بشكل عاطفي مسائل الفقر، عرضت على مسرح الثانوية المركزية وكانت رائعة للطلبة الفقراء المتوسطة والثانوية المركزية. المشكلة في بدايات المسرحية احتراف المسرح كانت عملية جدا صعبة، ولهذا الغالبية العظمى من أما تركوا المسرح أو اتجهوا إلى العمل كموظفين في الحكومة. يحيى فايق هو الفنان الوحيد الذي بقى يعيش من فنه إلى حد 1960 لما التحق بالتلفزيون العراقي. الدعاية في البوستر كان تركيز على السيدات اللي هم كلهم كانوا أما مطربات أو راقصات في الملاهي، وكانوا خلال شهر رمضان وشهر محرم وصفر الملاهي تغلق، فكانت فرصة للمسرحيين العراقيين أن ياخذوهم يمثلون في مسرحياتهم. يحيى فايق على اليمين وعلى اليسار صبيحة شلمو، تعرف عليها يحيى فايق، كانت تعمل في إحدى الملاهي في بغداد، فتاة عمرها 18 سنة، وعرض عليها التمثيل، قبلت التمثيل معها وحبها وتزوجها، لكن الزواج لم يطل سنتين من الفقر والجوع، لأن استوديو مصر كان يبحث عن وجوه سينمائية من البلاد العربية حتى يقدرون يسوقون الفيلم المصري، لكن مع الأسف صار حادث أصابها شلل، إنسانة مناضلة بحق الرغم من إصابتها بالشلل هي اللي عيشت روحها وعيشت عائلتها وعيشت كثير من الناس المحتاجين. هذه المسرحية ليس مسرحية شكسبير، هذه مسرحية كاتبها كاتب لبناني. في العروض الأولى اللي قدمها يحيى فايق عن مسرحية يوليوس قيصر، قدم يوليوس قيصر البطل الذي بنى إمبراطورية، وكيف غدر به أحد كان يعتبر أبناءه، الذي كان يريد أنه يعطي الإمبراطورية إلى بعد وفاته. بعد التحول لما عاد عرض المسرحية تحول قيصر إلى الدكتاتوري الاستعماري الذي لا يهتم بأي واحد، نفس المسرحية. فبدأت المسرحية تنتقل من الناحية الفكرية من مفهوم إلى مفهوم آخر. الوطن والبيت كانت مسرحية فصل واحد، قدموا مسرحيتين، مسرحية الدب لتشيكوف ومسرحية الوطن والبيت اللي هي من تأليف صفاء مصطفى. في المسرحيتين كان دور زوجة، وفي المسرحية الثانية أرملة. في مسرحية الدب لتشيكوف مثلت بها والدتي نظيرة، هي أول فتاة عراقية مثل ما يقولون بنت بيوت مو من الملهى، مثلت على خشبة المسرح. الشخصية الثانية مثل بها يحيى فايق، ومثل الشخصية الرئيسية في مسرحية الدب مثل بها عبد الله العزاوي. هو هذا التحول اللي صار في المسرح، انه معاناة حقيقية كيف يطرحها المسرح، يعني يسموها الكوميديا السوداء، نقد مضحك لكن بنفس الوقت هي مؤلمة. كانت مسرحية الوطن والبيت نقلة نوعية ليحيى فايق في خدمة الجماهير الكادحة ومشاركتهم في الكفاح. فالمسرحية برؤياها التقدمية والسياسية كانت تدين السلطة ونظامها المتواطئ مع الملاكين العقاريين واستغلالهم البشع والسيء الصيت. فالوطن هو البيت، والبيت يستأجره الفقراء، والموظفون هم العمال، وكلهم ذوي الدخل المحدود الضعيف. كانت الحرب العالمية قد دفعت المستغلين إلى الجنون المعروف حتى اليوم في الاحتكار السكاني. فالبيت الذي تسكنه العائلة تتراوح أجرته الشهرية من دينار ونصف إلى 10 أو 12 دينار، وهذا كان هو معدل دخل الفرد المتوسط العام. الحزب الشيوعي اللي كان يعمل حلقات دراسية تنظيمية في اللي داخل بالسجن ما له علاقة بالشيوعية يتعلم الفكر الشيوعي، فقرر يحيى فايق أن يعمل مسرحية كتبها هو وقدمها باللغة العامية عن حكم قراقوش، استهزئ بها من السلطة وظلمها والقانون وإلى آخره والقضاء وإلى آخره. طبعا كثير من النقاد تكلموا عن مسرحية حكم قراقوش اللي قدمت في السجن، لكن عرضوها لمرة واحدة وبعدين جاءهم تهديد أنه إذا قدمتوها مرة ثانية سيتم تصفيتكم وتوقف العرض. من قصة كليلة ودمنة لابن المقفع. استوحى رئيف خوري أحداث المسرحية من صميم الحياة التي عاشها في فلسطين ولبنان، دعا فيها إلى وحدة الشعب على اختلاف الطوائف وعلى الثورة ضد الاستعمار. وبسبب خطورة المسرحية قامت السلطات البريطانية في فلسطين بمنع إعادة عرضها بعد عرضها الأول في المدرسة الأرثوذكسية في القدس، وذلك لأنها مليئة بالحس الثوري وتدخل ضمن المسرح التحريضي. كتبها رئيف في عز الحماس الشبابي وهو لم يتعدى 23 من العمر، وكانت هي المرة الأولى والأخيرة التي يتعاطى فيها مع المسرح الشعري. تتحول جزء من النضال السياسي، فالمسرحية هي تدعم ماديا الحزب
الذي تحت التأسيس. الريع كليته يذهب إلى الحزب ولا يدخل في جيب الممثلين. تم تهديم المسرح، ضرب كافة الممثلين وتمزيق ملابسهم. النظام الملكي بدأ لا يطيق يحيى فايق في تقديم هذه المسرحيات. طبعا ما قام به يحيى فايق في تلك الفترة لحد وفاته بقت لاحقة. لما يعمل في التلفزيون أعماله أغلبها لا تقدم لأنه يشكون أنه فيها رسالة خاصة تحريضية. هو حرب لأنه لم يقبل أن يتنازل أن ينتمي لأي حزب آخر، بالرغم أنه ترك الحزب الشيوعي من فترة طويلة. تحولت هذه المسرحية إلى مسرحية ضد العبودية. كان اللي يشارك في البطولة المفروض إبراهيم جلال، فوزي محسن لمين وإبراهيم جلال ويحيى فايق. بعض الممثلين انسحبوا قبل العرض بأيام بأمر من رئيس قسم المسرح في معهد فنون الجميلة. اللي بقوا من الممثلين جعفر السعدي وبدر حسن فريد. وقدمت المسرحية ومرت بسلام، يعني القصة اللي بيها جانب رومانسي إلى آخره. وبعدها طلع أمر بإلغاء كل الفرق المسرحية. كانت العروض المسرحية بعد 52 إلى سنة 1958 في المدارس، النوادي الخاصة، وليس مسرحيات عامة للجمهور. وبهذه الفترة ظهر يوسف العاني وقدم بعض مسرحياته في كلية التجارة وبعدين النوادي الخاصة. هي مسرحية بفصل واحد كتبها يوسف العاني ومثلتها زينب وأدتها بأداء رائع. بنفس الوقت يحيى فايق كان يعرض وتم العرض مدة حوالي 2.5 شهر على مسرح صيفي بناه في باب المعظم في نادي المهداوي. بنى يحيى فايق جزء من النادي مسرح صيفي سماه المسرح الجمهوري باسم الفرقة التي أسسها. قدم يحيى فايق مسرحية ب5 فصول اسمها الفجر الثائر. ويحيى فايق هو دور المثقف الذي كان في السجن وعنده أصدقاء في التنظيم. الوسط عبد المنعم الدروبي اللي هو يمثل دور الأب. وتنتهي المسرحية باجتماع الضباط الأحرار وإعلان الثورة، ويظهر في المسرحية شخصية عبد الكريم قاسم وماجد أمين ووصفي طاهر، طبعا كأدوار وليس هم نفسهم. قدمت فرقة مسرح الجمهوري مسرحية سقط المثال، تتكلم عن الفساد في الطبقة البرجوازية وتتناول موضوع مرض الزهري وكيف كانت الطبقة البرجوازية تقدر تخفي أبنائها من أنه ما حد يعرف بأنه مصابين ويتزوجون ويصبون أطفالهم وزوجاتهم. مسرحية كتبت في فرنسا في نهاية القرن ال19 من المسرح الواقعي، وكانت مسرحية صادمة في وقتها. آخر مسرحية قدمها يحيى فايق على المسرح، وآخر مسرحية قدمها كانت أيضا مسرحية سياسية. يقول الفنان يوسف العاني: أنت واحد من الرواد الكبار، والريادة في نظري هي العلامات المضيئة التي يتركها الفنان في الدرب الوعر الطويل، والعناء الذي يتكبده، والإصرار الذي يتمسك به، والنقاء الذي يظل زاهيا بلا وساخة أو رذاذ ملوث. والريادة في تاريخ مسرحنا سمعة تحملها أنت بجدارة. بينما يقول سليم البصري، وهو أول ممثل عراقي يقام له تمثال: الأستاذ الفنان يحيى فائق صاحب رسالة. بنظرة سريعة عن هيئة الفنان يحيى فائق وهو مقبل أو جالس يتحدث، كان متحدثا ثائر تتجسد للناظر معاناة الفنان وكفاحه المرير في هذا البلد منذ نصف قرن، إذ كان يعشق جمهوره الفن ولكن يرى في مزاولته نقيصة ومثلبة. هذه النظرة الظالمة المجحفة الجاهلة هي المصدر الأساسي لمعاناة الفنان. لقد استبدل يحيى مرارة العيش بتحقيق الرسالة. كلما رأيته ارتسمت أمامي صورة واضحة للفنان الزاهد النظيف. الفنان يحيى فائق رسم الطريق ووضع اللبنة الأولى، فله من الجميل من الجيل الحالي والمقبل الذي بدأ يقطف الثمرة. ألف شكر وتحية.